ها قد حل عام 2026 ومعظمكم سيغلق هذا الفيديو خلال 60 ثانية لأن ما سأعرضه سيشعركم بعدم الارتياح. لقد أضعت عام 2025 8 ساعات يومياً أمام الشاشة، 20 دقيقة فقط من التركيز وتجنباً مستمراً لأهم مهامي. ثم جربت 10 عادات لمدة 30 يوماً، شعرت معها بعدم الارتياح، لكن النتيجة كانت انخفاض وقتي أمام الشاشة إلى 2 ساعات، ووصلت جلسات التركيز إلى 4 ساعات متواصلة. وبدأت بإنهاء أصعب أعمالي قبل 7 صباحاً، بينما كان الجميع لا يزالون يؤجلون المنبه. ستختلقون الأعذار: ليس لدي وقت، هذا مبالغ فيه، سأبدأ يوم الاثنين. لكن إليكم الحقيقة: إن لم يشعركم الأمر بعدم الارتياح فلن يغيركم. وإن كنتم جادين حقاً في جعل عام 2026 أفضل أعوامكم، فتابعوا معي حتى النهاية. أولاً، قاعدة تقليل الندم. قبل أي قرار مصيري، اسألوا أنفسكم: هل سأندم على عدم فعل هذا عندما أكبر؟ هذا السؤال يبدد الخوف والراحة فوراً. استخدم جيف بيزوس هذا السؤال تحديداً ليترك وول ستريت ويؤسس أمازون. الندم والوضوح أفضل من الإفراط في التفكير دائماً. ثانياً، تخلص من أحد مصادر الدوبامين نهائياً. اختر ما يناسبك: إنستغرام، نتفليكس، التشغيل التلقائي، أو الإفراط في تناول الوجبات السريعة. اختر أحدهما، احذفه نهائياً. ليس هذا تخلصاً من السموم، بل هو انفصال. يتوقف عقلك عن مطاردة المتع الرخيصة ويبدأ في التوق إلى الإنجاز الحقيقي. خطوة واحدة، إعادة برمجة دائمة. ثالثاً، ابدأ بالأصعب. أنجز المهمة الأصعب والأكثر إزعاجاً أولاً، قبل رسائل البريد الإلكتروني، قبل المشتتات. فجأة تشعر أن بقية يومك سهلة وأنك قد حققت الفوز بالفعل قبل أن يستيقظ معظم الناس. رابعاً، استرجاع نشيط قبل النوم. بدلاً من التصفح، استرجع أحداث يومك في ذهنك. ماذا تعلمت؟ ما الذي ستفعله بشكل أفضل غداً؟ هذه العادة تبني الوعي الذاتي أسرع من العلاج ولا تكلفك شيئاً. خامساً، حصة يومية من الحركة لا غنى عنها كل يوم. المشي، التمدد، تمارين الضغط، لا يهم، فقط تحرك بوعي. هذا لا يتعلق باللياقة البدنية، إنه يتعلق بتعليم عقلك أن الانضباط أمر لا غنى عنه. سادساً، مراجعة الإنجازات الأسبوعية. كل مساء جمعة اكتب 3 إنجازات من الأسبوع، كبيرة كانت أم صغيرة، لا يهم. هذه العادة تحقق أمرين يغفل عنهما معظم الناس، فهي تدرب عقلك على إدراك التقدم وتولد زخماً لا يمكن إيقافه. لا يمكنك تحسين ما لم تفعله، لا تقر. سابعاً، علم ما تتعلمه بصوت عال. اشرحه بصوت عال للمرآة أو هاتفك أو حتى للحائط. عندما تعلم، تجبر على الفهم الحقيقي. إذا استطعت شرحه ببساطة فأنت تتقنه، إذا لم تستطع فستظل مرتبكاً. التعليم يكشف الحقيقة فوراً. ثامناً، ساعة التركيز العميق. 1 ساعة يومياً. الهاتف مغلق، الباب مقفل، لا مشتتات. اعمل على مهمة واحدة بتركيز كامل. هذه العادة لا تجعلك منتجاً فحسب، بل تعيد برمجة عقلك ليتوق إلى العمل العميق بدلاً من الدوبامين السريع. تاسعاً، اعكس الهندسة. لا تسأل: ماذا يجب أن أفعل اليوم؟ اسأل: هذا الليلة ما هو الشيء الذي سيجعلني أشعر بالفخر؟ ثم اعمل بشكل عكسي. الحركة تصبح اتجاهاً. عاشراً، قاعدة نعم أو لا. إذا لم تشعر أن شيئاً ما يشير إلى نعم واضحة، فهو لا. هذه القاعدة تساعدك على حماية وقتك وطاقتك. الفرص العادية تشعرك بالتعب، الفرص الجيدة تشعرك بالحماس. اختر ما تشعر أنه صحيح حقاً. اختر واحداً. ابدأ اليوم، سيشكرك مستقبلك على ذلك. ولا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك.